مباراة الموسم لنادي الزمالك النهاردة إن شاء الله الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. مباراة مهمة بيدخل نادي الزمالك مباراة الإياب في نهائي الكونفدرالية بعد انتهت مباراة الذهاب بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف لسيف الجزيري. النهاردة بيدخل نادي الزمالك وعينه على الفوز علشان يفوز بالبطولة. بطولة مهمة جدا لنادي الزمالك هذا الموسم بعد أن ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري، ما بقاش عنده إلا الكونفدرالية علشان يفوز بيها. فنادي الزمالك بيدخل النهاردة مباراة أكون أو لا أكون، وعلى جوميز اتخاذ الحذر. نهضة بركان فرقة مش سهلة، فرقة قوية. المباراة اللي هتذاع على قناة بي إن سبورتس الرياضية على ملعب استاد القاهرة الدولي وبحضور أكتر من 80 ألف متفرج بيدخل هذه المباراة. علشان كده نادي الزمالك عليه الفوز النهاردة، ثم الفوز ثم الفوز. يلا نعرف تشكيلة نادي الزمالك النهاردة. في حراسة المرمى عواد، على اليمين عمر جابر، على الشمال فتوح، اتنين في قلب الدفاع المسلوسي وحسام عبد المجيد، رغم ان في عيوب في حسام بس للأسف ما فيش حد موجود الا هو. تعالوا نروح من نص الملعب. دونجا رقم 6 طبعا، بجواره محمد شحاتة، قدامه احمد حمدي، وعلى اليمين زيزو، على الشمال شلبي، وفي الهجوم سيف الدين الجزيري. ده التشكيل المتوقع لنادي الزمالك النهارده في اياب نهائي كاس الكونفدرالية. هي مباراة مهمة على الزمالك الفوز بيها علشان يفوز بالبطولة. هي بطولة مهمة علشان تؤهله لكاس الكونفدرالية الموسم المقبل، وكمان ايضا علشان يلعب كاس السوبر الافريقي، وكمان يروح ايضا للدوري الافريقي. اكتب لنا في كومنت وقول لنا توقعك بنتيجة المباراة. دمتم بخير.